بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد مدير المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب، السيدات والسادة ممثلي التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، السيدات والسادة ممثلي إدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بكم في الجزائر، ونحن نجتمع اليوم لافتتاح أشغال هذه الورشة المخصصة لدراسة خطة العمل الاستراتيجية القارية لمكافحة الإرهاب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين القادمين من مختلف الأقاليم والمؤسسات الإفريقية، في تعبير واضح عن عمق الالتزام القاري والإرادة المشتركة لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تمس حاضر قارتنا ومستقبلها. وينعقد لقاؤنا في لحظة دقيقة تمر بها إفريقيا، إذ لم يعد الإرهاب ظاهرة ظرفية أو محصورة في نطاقات جغرافية معينة، بل تحول إلى تهديد عابر للحدود، متكيف ويتغذى على تفاعلات معقدة تجمع بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاقتصادات غير المشروعة والاتجار غير القانوني بالموارد، إلى جانب الاستغلال المتزايد للتكنولوجيات الحديثة وتفاقم الهشاشات البنيوية لبعض الدول. ونتيجة لذلك باتت إفريقيا تتحمل اليوم العبء الأكبر من هذا الخطر، حيث تسجل أكثر من 70% من ضحايا الإرهاب على المستوى العالمي، في أزمة بنيوية تمس سلطة الدول وتقوض مسارات التنمية وتغذي دوامات عدم الاستقرار. وانطلاقا من هذا التشخيص، دعا قادة الدول والحكومات الإفريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بمالابو سنة 2022 إلى مراجعة وتعزيز الاستجابة القارية في مجال مكافحة الإرهاب، في مسار يندرج ضمن الولاية المسندة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بصفته رائد الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، والرامية إلى تعبئة الإرادة السياسية على أعلى المستويات وترسيخ التملك الإفريقي لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب. وإزاء طبيعة هذه التحديات وتداخل أبعادها، تبرز الحاجة إلى أن تعزز إفريقيا حضورها ودورها كفاعل استراتيجي مؤثر في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب عبر مقاربة قارية أكثر انسجاماً وتكاملاً، تقوم على وضوح الرؤية وترسيخ السيادة الاستراتيجية، على أن تشكل خطة العمل الاستراتيجية القارية المعروضة على نقاشكم اليوم المرجع الجامع والمنظم لكافة أشكال الانخراط، سواء على مستوى القاري أو الأممي أو الثنائي، إذ أن تعدد الأطر والمبادرات غير المنسجمة يضعف الأثر الجماعي ويقوض أسس منظومة السلم والأمن في إفريقيا. وانسجاماً مع المبادرات التي دعا إليها رائد الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تبرز أهمية الدفع نحو تفعيل عدد من الآليات القارية المقترحة، وفي مقدمتها الصندوق الخاص لمكافحة الإرهاب، ومذكرة التوقيف الإفريقية، والقائمة الإفريقية للكيانات الإرهابية، إلى جانب تفعيل اللجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالإرهاب. وفي موازاة ذلك يظل تعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية للآليات الإفريقية المختصة، ولا سيما القوى الإفريقية الجاهزة
ووكالة أفريبول ولجنة الاستخبارات والأمن الإفريقية والمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب عنصراً حاسماً في ضمان نجاعة أي استجابة جماعية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن الوثيقة المعروضة على نقاشكم اليوم تمثل محطة أساسية في مسار بلورة استجابة إفريقية منسقة تستجيب لطبيعة التهديدات الراهنة وتراعي خصوصيات السياق القاري، وعليه فإن نجاح هذا المسار سيقاس بمدى قدرتنا على تحويل التوجهات المعتمدة إلى إجراءات عملية منسقة وقابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق يطيب لي أن أنوه بالدور المحوري الذي يطلع به المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب وكذا إدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي في إعداد وتنسيق وكذا مرافقة الجهود القارية في هذا المجال، بما يضمن تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة في أرض الواقع. وختاماً، تجدد الجزائر وفاءً لالتزاماتها الإفريقية والتاريخية استعدادها لمواصلة الإسهام الفاعل في هذه الديناميكية الجماعية خدمة لأهداف السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة. وأعرب عن أملي في أن تفضي مناقشاتكم إلى توصيات قوية وعملية ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة. أعلن رسمياً افتتاح أشغال هذه الورشة المخصصة لدراسة خطة العمل الاستراتيجية القارية لمكافحة الإرهاب. شكراً لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.